السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عشان تعملي احلى صينيه مكرونه من غير لا بيض ولا حاجه هتعمليها وهتطلع معاكي روعه ان شاء الله. وكمان لحبايبي المبتدئين اللي بيبوظ معاهم البشاميل او الصوص الابيض هنعمله معاكم خطوه بخطوه بمنتهى السهوله ومش هياخد منك اي وقت وهيطلع معاكي ناجح باذن الله. انا دلوقتي معايا 4 كوبايات لبن، كل كوبايه لبن عليها معلقه دقيق كبيره. معايا هنا فراخ انا فرماها، اللي كنت فرماها معاكم في فيديو التفريزات اللي بتشوفوها، ومعصجاها بالشكل ده. انت اللي حابه تعملي، مش حابه تفرميها، حابه تقطعيها قطع كده، قطعيها قطع اللي هي الفراخ البانيه، قطعيها قطع صغيره كده واعملي بيها المكرونه بتاعتك عادي. انا دلوقتي حطيت اللبن بتاعي على النار، وقبل ما يسخن هنزل بال4 كوبايات دي زي ما انتم شايفين كده. ادوب الدقيق كويس جدا، ولو انت كمان لسه خايفه ممكن تدوبي كل ده بره من قبل ما تحطي على البوتاجاز خالص، بس انا لسه اللبن معايا ما سخنش. الطريقه دي حلوه جدا، بتخلي البشاميل معاكي ولا اروع من كده. معايا هنا كمان يا حبايبي رشه جوز الطيب صغيره، اللي الجماعه اللي بيقولوا جوز الطيب حرام وبتاع ده رشه، مش وبعدين احنا مش بنحطها كل يوم يعني، بتدي البشاميل بتخليه في حته تانية خالص. معايا فلفل اسود، معايا رشه بهارات صغيره جدا زي ما انتم شايفينها كده، معايا الملح بالشكل ده. هندوب كل ده كده. مش معنى ان احنا ما حمرناش الدقيق بتاعنا ان احنا مش هنحط حاجه دسمه كده تخلي البشاميل بتاعنا حلو. ودي معانا هنا مكعب زبده، زبده بلدي حلو جدا، هيخلي طعم البشاميل بتاعك غني وجميل. كمان يا حبايبي معانا هنا جبنه مبشوره، اي نوع جبنه عندك. لو عندك مكعبين جبنه نستو حطيهم. انا عشان هنا عندي جبنه شيدر بشراها كده هحط شويه. بصراحه بيخلي طعم البشاميل بتاعي حكايه، طعمه كريمي وطعمه حلو جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ده كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها للبشاميل بتاعنا. ايدك بقى ما تطلعش منه، تفضلي تقلبي في البشاميل بتاعك خالص كويس جدا عشان ما يكتلش معاكي. الطريقه دي حلوه جدا بالنسبه للبنوتات اللي لسه اول مره يدخلوا مطبخ، هيعملوا البشاميل بمنتهى السهوله. ولو انت مستعجله كمان بيدي نتيجه حلوه، لو مش بالنسبه للبنوتات وبس. طريقه ناجحه سريعه جدا حلوه خالص. زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا سالقه دلوقتي كيلو مكرونه ومجهزاه عندي، ودهنه الصينيه بتاعتي بماده دهنيه، وهستنى بقى البشاميل بتاعنا ونركب الصينيه بتاعتنا معاها زي ما انتم شايفين كده. طبعا الجبنه اللي انتم شايفينها دي دلوقتي هتدوب خالص، اللبن طبعا لسه ساقع، هتدوب خالص معانا دلوقتي. ادي البشاميل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين شكله عامل ازاي؟ كريمي بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والروعه. قلت لكم من الجبنه خلاص هتسيح جوه البشاميل اهي، ما عادش لها وجود خالص زي ما انتم شايفين كده. كده بقى البشاميل بتاعنا اصبح جاهز دلوقتي. هناخده ونروح بقى نعمل ايه؟ صينيه المكرونه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بسم الله الله اكبر. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، اهو البشاميل كريمي وطالع تحفه، هيطلع ناجح معاكي ان شاء الله. اعمليه بطريقه ام احمد دي ولا احلى من كده، طعمه بجد خطير، طعمه كده يتاكل لوحده. دلوقتي هنا انا سالقه المكرونه بتاعتي اهيت، هناخد كبشتين كده من البشاميل بتاعنا نحطه على المكرونه بتاعتنا كده عشان المكرونه بتاعتك تبقى متماسكه وجميله. هنا كمان في الصينيه بتاعتنا هنحط كمان واحده كده ونفردها في الصينيه بتاعتنا. طبعا الصينيه دي انا دهناها بماده دهنيه، اي ماده دهنيه موجوده عندك بالشكل ده كده، بتوزعيها في الصينيه بتاعتك بالجمال والحلاوه دي.
ادي يا حبايبي طبقه البشاميل بتاعتنا الاولى كده زي ما انتم شايفين اهيت. هنفرد بقى اللحمه بتاعتنا او الفراخ زي ما تحبي تعمليها اعمليها. هفردها وارجع لكم. ادي يا حبايبي صينيه المكرونه بتاعتنا بعد ما فردنا الفراخ بتاعتنا كده. اي حاجه تعمليها بلحمه بفراخ اللي يعجبك، بس بصراحه ريحه الفراخ طالعه تجنن. ما تخليش الصينيه بتاعتك تقيله، يعني ما تكتريش الطبقه بتاعت المكرونه. حتى لو زاد عندك مكرونه اعمليها في طاجن لوحدها، عشان صينيه المكرونه بتاعتك كل ما بتبقى رقيقه كده بتبقى حلوه، يعني المكرونه تعتبر مرصوصه رص كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي دي طبقه المكرونه التانية. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده، اعمليها كده هتعجبك جدا. كمان يا حبايبي انا لما باجي اسوي المكرونه مش بحطها على الشبكه. انا بحب المكرونه بتاعتي يبقى اخده لون من تحت، لونه احمر كده حلو، ما تبقاش بيضه من تحت. من القعر بتاعها كده بتبقى لونها جميل كده، والمكرونه بتغلي في الفرن كده بيبقى شكلها حلو جدا وطعمها خطير. انت طبعا لو عندك فرن بشوايه بمروحه اعملي حطيها على الشبكه اللي في النص وما تولعيش الشوايه. انا طبعا بولع الاتنين بس بهدي الشوايه خالص على يعني على اقل درجه كده. بننضف بقى الاحرف بتاعت الصينيه بتاعتنا وارجع. ادي صينيه المكرونه بعد ما نضفنا الاحرف بتاعتها تنضفيها كده عشان ما تتحرقش معاكي ويبقى شكلها مش حلو زي ما انت شايفه كده. ويا سلام لو عندك عزومه او حاجه وعملت صينيه المكرونه دي وسبتيها، عملتها من بدري او عملتها من قبلها بيوم وحطيتيها غطيتيها بستريتش راب او بكيس او بحاجه وحطيتها في التلاجة لتاني يوم قبل الاكل بشويه تطلعيها تحطيها في الفرن بتاعك هتبقى طعمها وشكلها خطير. اللي اعملها من قبلها يا محمد اعمليها من قبلها بيوم كمان. لو انت عارفه ان انت عندك عزومه بكره اعمليها قبلها بيوم، بتطلع بصراحه معاكي روعه. ولو انت برضو عملتيها ولسه اولادك مش جايين او جوزك مش جاي من الشغل دلوقتي، بتعمليها وبتسيبيها عندك قبل ما يجوا من الشغل بربع ساعه او بنص ساعه بتدخليها الفرن بتاعك بتبقى خطيره. بيبقى شكلها حلو جدا وطعمها كمان خطير. المكرونه بتشرب بتاخد من البشاميل كده وبيبقى طعمها خطير يا جماعه. انا ما حطيتش عليها اي حاجه لا بيض ولا اي حاجه، زي ما عملنا البشاميل مع بعض كده زي ما انتم شايفين. انا مولعه الفرن بتاعي من تحت ومهديه الشوايه، مولعه الشوايه ومهديه من تحت. هحطها بقى في الفرن واسيبها كده لما تغلي كده وتبدا تغلي في ارضيه الفرن كده، عشان انا بحبها زي ما قلت لكم ان هي تاخد لون من القعر بتاعها من تحت. بيبقى طعم المكرونه يا جماعه خطير. انما المكرونه اللي بيبقى قعرها من تحت ابيض كده ما بتبقاش بصراحه، الطعم بتاعها بيبقى زي المعجن ومش حلوه خالص. كل المكرونه بتاعتك ما خدت لون حلو من الجوانب ومن ارضيه الفرن كده بيبقى طعمها ليه طعم تاني خالص. هسويها بقى في الفرن وارجع لكم تاني نشوف شكلها ايه مع بعض. صينيه المكرونه بتاعتنا جوه الفرن، شايفين الجمال والروعه يا حبايبي؟ تحفه بجد، روعه، ريحتها قلب الدنيا. لازم صينيه المكرونه تعمل معاك البقبقه دي في الفرن عشان يطلع قعرها مستوي وتحفه جدا زي ما انت شايفه قدامك كده. بسم الله ما شاء الله الريحه تجنن. يا ريت التليفون يوديلكم الريحه لحد عندكم. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والروعه؟ احلى صينيه مكرونه من غير لا بيض ولا حاجه زي ما انتم شايفين كده. تحفه تحفه بجد. احلى صينيه مكرونه دي ولا ايه؟ شايفين الجمال والروعه؟ بجد بجد تحفه. صينيه المكرونه بصراحه يا جماعه رهيبه، جوسي كده وتحفه. احنا بنحب ناكلها سخنه، ما بيهمناش الشكل بتاعها خرطه بانها لازم الخرطه تطلع مستويه كده والكلام ده، لان احنا بنحب ناكلها سخنه كده بتبقى في عالم تاني. انت بقى لو حابه ان هي تطلع معاكي الحته بحتتها كده سيبيها لما تهدى معاكي خالص، ما تاكليهاش وهي سخنه، سيبيها تبرد معاكي شويه. انا بصراحه طلعتها من الفرن على طول كده، يبقى احلى اكل مكرونه وهي سخنه بالشكل ده. الريحه يا جماعه بجد تجنن تجنن. شايفين الجمال والروعه؟ احلى صينيه مكرونه عند ام احمد وبس. ريحتها جميله جدا، طعمها خطير. اي نوع جبن موجود عندك تحطيه. احنا حطينا مع بعض شويه جبنه شيدر. سوري انا قلت في الفيديو وانا بحط الدقيق، قلت ال4 كوبايات دقيق ان هم 4 معالق بس دقيق، ال4 كوبايات لبن.
عليهم 4 معالق كبار دقيق. كوبايه اللبن عليها معلقه كبيره دقيق. معلش غلطه مني، سامحوني عليها. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ريحه المكرونه تجنن بجد. كمان لو انا كنت قلت لك في الفيديو ان انت لو عندك عزومه وعملتها قبلها بيوم وحطيتيها في التلاجة، لما تيجي تطلعيها وتدخليها الفرن، اغلي نص كوبايه ميه وسقسقي المكرونه بتاعتك. انسي، هتبقى اكنك لسه عاملاها دلوقتي وهتبقى طازه كده، مش حطاها في التلاجة من قبلها بيوم ولا باتنين. عادي جدا ان انت تعمليها قبلها لو عندك عزومات او حاجه. اعتمديها عندك في شهر رمضان، هتنفعك جدا. لو عندك عزومات في شهر رمضان هتعمليها، هتطلع روعه جدا. ما تمشيش ورا الكلام اللي بيقولك حطي صينيه المكرونه في الفرن يحمر وشها بس وطلعي. لا، صينيه المكرونه عشان تتاكل ويبقى طعمها يا جماعه خطير لازم تحطيها. لو مش هتحطيها مش هتعرفي تتابعيها على الرف الارضي بتاع الفرن. حطيها على الرف اللي قريب من ارضيه الفرن، يعني الرف التاني من بعد ارضيه الفرن، عشان تبقى المكرونه بتاعتك اخده من شاربه من الصوص بتاعها كده وطعمها خطير. انما ان انت تحطيها تحمر وشها وتطلعيها، سوري، ما بتبقاش مكرونه بشاميل وما بتديكيش الطعم اللي هو. جربي بالطريقه دي كده ودوقي المكرونه وقولوا لي رايكم في التعليقات. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير. ولو بتحبوا تاكلوها زينا كده سخنه، اكتبوا لي كمان في الكومنتات هي طعمها وهي سخنه بجد كده خطير. جربوها. ولو بتاكلوها زينا كده اكتبوا لي في الكومنتات. ويا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ام احمد. بحبكم في الله. سلام عليكم، باي باي.